اهلا بيكم في تاني حلقة من بودكاست العشرينات. حلقة النهاردة انا متأكدة ان معظمكم هيبقى عنده المشكلة دي، فهاتوا حاجة تشربوها بقى عشان نركز ونقعد نتكلم مع بعض ونشوف احنا هنحل المشكلة دي ازاي. احنا كناس في العشرينات عموما تايهين، ومش بس في العشرينات، برضو في التلاتينات في ناس تايهين. يعني ايه تايهين؟ يعني احنا لسه مش عارفين احنا مين او بنعمل ايه او عايزين نبقى ايه، وخصوصا اول لما بنتخرج من الجامعة احنا درسنا حاجة بس انا مش عارفة انا عايزة اشتغل في اني مجال فيها او اني تخصص فيها بقى، او انا اصلا مش عارفة انا عايزة اشتغل باللي انا درسته ده ولا انا عايزة اعمل حاجة تانية. معظمنا كده صح؟ انتوا كده؟ ولو انتوا كده اكتبوا لي تحت دلوقتي قبل ما تكملوا الفيديو. بس انا جايه النهارده باخبار حلوه، ده مش توهان، وهقول لكم دلوقتي ازاي دي ميزه كبيره جدا. مبدئيا الاشخاص التايهه دول ما اسمهمش تايهين، انا بس بقول كده في الاول عشان مش عايزه ادخل في الموضوع على طول. هم اسمهم ناس متعدده الشغف. عارفين بقى احنا في الايام دي كل حاجه بيطلعوا لها اسم جديد، وما جاتش على دي بقى يعني على الاقل حاجه هنستفيد بيها شويه. المهم قبل ما اتكلم عن المميزات والعيوب وهنعمل بيها ايه بقى وهنستفاد ازاي والكلام ده كله، عايزه اقول لكم حاجه. انا كنت فاكره ان انا تايهه او مش عارفه اعمل ايه او مش عارفه انا بحب ايه، بس زي ما بقول لكم كده انا طلعت متعدده الشغف. انا من وانا صغيره كنت بعمل كذا حاجه، بيانو، باليه، كونغ فو. في الاخر حسيت ان انا بحب الميديا ودرست ميديا واشتغلت في الميديا، وجوه الميديا اشتغلت تقريبا معظم البوزيشنز اللي ممكن حد يتخيلها، تراديشنال ميديا وفي السوشيال ميديا وفي الكوميونيكيشنز، لدرجه انه اوقات كتير ناس كانت بتقولي ان انا لازم اركز ولازم بقى اختار حاجه. لما دورت بقى شويه لقيت ان احنا كشخصيات عامه زي ما شكلنا مختلف، شخصياتنا ومخنا مختلفين وبيشتغلوا بطريقة مختلفة، ومش كل الناس عامة تقدر ان هي تعمل حاجة واحدة وتركز فيها عشان تنجح فيها. احنا طبعا كلنا بنكمل بعض، فزي ما في ناس بتبقى متخصصة في حاجة قوي وعارفة فيها كل حاجة بس ما تعرفش اي حاجة تانية غيرها، في ناس تانية بتبقى بقى متعددة الشغف، اللي هم بيعرفوا يعملوا حاجات كتيرة مختلفة عن بعض وكويسين فيهم كلهم، بس مش متخصصين في كل بقى حاجة فيهم زي اللي ما بيعملش غيرها. هل انا كشخص متعدد الشغف مخي بيشتغل بالطريقة دي، هل انا مطلوب مني ان انا ابقى من الناس اللي هي بقى تسيب كل حاجة وتركز وابقى ما بعرفش اعمل غير حاجة واحدة بس وابقى كويسة قوي فيها؟ ثانية واحدة بس عشان الايس كوفي. ماشي، هقول لكم بقى. مبدئيا لو انت شخص متعدد الشغف انت فيك مميزات كتير قوي ومش محتاج تغير اي حاجة فيهم، لانه زي ما الشخص المتخصص ليه مميزات وليه ادواره، الشخص متعدد الشغف دلوقتي كمان بالذات بقى مطلوب. شركات كتير دلوقتي ما بقتش زي زمان، يعني زمان كانت ناس تطلب حد متخصص بس دلوقتي في شركات بقت تحب اكتر الشخص اللي عنده خبرات كتيرة، الشخص اللي بيعرف يعمل كذا حاجة، لانه دلوقتي مع التطور وظائف كتيرة اصلا يعني طبيعتها اتغيرت وبقت ليها متطلبات تانية مختلفة. يعني مبدئيا معرفة الديجيتال ماركتينج والسوشيال ميديا والحاجات دي بقت اضافة تقريبا لأي حد ولأي مجال عشان يقدر ان هو ينتشر اكتر ويماركت نفسه، حتى لو ده مش دورك في الشغل او مش ده اللي انت هتعمله. في شركات كتير بتفضل انه يبقى حد عنده المعرفة. مثلا لو احنا قاعدين وبنفكر مع بعض نعمل برين ستورمينج مع بعض في ميتنج، لو احنا كلنا عندنا باك جراوند او خلفيه عن حاجات، ده بيضيف دايما للافكار اللي بتجيلنا وبنقدر ان احنا نطلع بافكار احسن. وعامه ناس كتير من المشاهير والناس اللي ناجحين اللي احنا نعرفهم هم متعددين الشغف، والحاجه اللي خلتهم ينجحوا هو انهم مختلفين عن اي حد. هم بيعرفوا يعملوا كذا حاجه، كذا حاجه دول مع بعض وصلتهم ان هم يبقوا حاجه مختلفه، حاجه مش موجوده، وهو ده سبب اصلا نجاحهم. ومن امثله الناس الناجحه متعدده الشغف هو ستيف جوبز، اللي هو الفاوندر او المالك لشركه ابل. ستيف جوبز كان شخص بيحب الارت وفي نفس الوقت بيحب التكنولوجي، وده اللي خلاه يمزج الاتنين مع بعض ويطلع لنا بشركة ابل. وده لانه ستيف جوبز كان شخص متعدد الشغف، وده اللي وصله ان هو يطلع منتج مختلف عن المنتجات اللي كانت موجودة في السوق وقت ما ابل طلعت ولحد النهارده. في بحث بقى اتعمل مؤخرا لقى انه الشباب الايام دي هيشتغلوا حوالي 18 بوزيشن في 6 مجالات مختلفه، وده لحد لما يقدروا يوصلوا لايه اللي هم بيحبوه وايه اللي هم عايزين يكملوا فيه اكتر من الحاجات التانية. فده يرجعنا لنقطه ان انتوا مش مضطرين ان انتوا تبقوا عارفين انتوا عايزين تعملوا ايه من الاول، من قبل اصلا ما تبداوا او تجربوا تدخلوا في اي مجال. وعايزه بقى اقول لكم انه فكره ان انتوا تشتغلوا شغلانات مختلفه دي في الاخر بتساعدكم فعلا
فعلا في اي نقطة انتوا فيها في حياتكم، لانه في كل بوزيشن او في كل مجال انتوا بتتعلموا حاجة وبيضيف لخبراتكم والسكيلز بتاعتكم، وهتلاقوا ان انتوا في اي شغلانه قدام لما بيقف قدامكم مشكله انتوا عندكم ليها حل، انتوا عندكم ليها المهارات المطلوبه، انتوا عندكم ليها التفكير اللي مختلف عن بقيه الناس اللي قاعده، لان انتوا جربتوا حاجات كتير وتعرضتوا لحاجات كتير، وده خلى تفكيركم نفسه يبقى مختلف وعلمكم مهارات مش عند الناس التانية. الناس بقى متعدده الشغف دي متميزين كده في كذا حاجه هقولها لكم بسرعه. اول حاجه ان هم دايما بيبقى عندهم فضول، بيبقوا عايزين يعرفوا اكتر، عايزين يعرفوا هو ده بيشتغل ازاي، هو ده بيعمل ايه، هو انا اقدر اعمل ده ازاي، وده بيخلي ان هم دايما عندهم شغف في الحياه، ان هم ما بيزهقوش، دايما بيتعلموا حاجات جديده ودايما بيفضلوا يجربوا، وده بيعلمهم حاجات كتير قوي. تاني ميزه بقى عندهم ان هم مرنين، تلاقيهم بيعرفوا يشتغلوا مع اي حد في اي مكان، تحت اي ظرف، تحت اي وضع، لو الدنيا بتتهد تلاقيهم عارفين ان هم يكملوا ويلاقوا حلول، ويعني صعب قوي ان حاجه تلاقيها بتقف قدامهم او ان هي تقدر توقفهم. وتالت ميزه عندهم ان هم هتلاقي احساسهم عالي، هتلاقيهم دايما بيحسوا بالمشكله كده وهي بتقرب علينا او هي لسه جايه، وبيقدروا ان هم يقروا الناس او يقروا الموقف اللي قدامهم لانهم اتعرضوا لمواقف كتير قوي، وده بينمي عندهم المهاره دي. رابع حاجه بقى ان هم بيعرفوا يتصرفوا، وعموما بتلاقي ان تفكيرهم واسع، وده بيخليهم معظم الوقت ليهم منظور مختلف على اي موقف يتحطوا فيه. والكلام اللي انا بقوله ده عامه بناء على ان انا لما دورت على الانترنت لقيته، ولما قريته لقيت ان انا فعلا من الناس اللي متعددة الشغف اللي بينطبق عليهم كل الحاجات دي. يعني انا من غير ما احس كنت بعمل الحاجات دي وانا مش مدركة، لما قريتها لقيت انه فعلا الكلام ده كله صح. طيب انا بقى كشخص متعدد الشغف اعمل ايه في حياتي، او الاقي الحاجه اللي انا بحبها ازاي، او اطور من نفسي ازاي؟ طيب مبدئيا احنا مش محتاجين ان احنا نعمل حاجه واحده بس. عايزه اقول لكم ان احنا عندنا وقت كتير قوي، واحنا لما بنضيعه بنحس انه مفيش وقت، لكن في الحقيقه انه في وقت. في فتره كبيره من حياتي كان عندي شغلانه ثابته الصبح في الميديا بروح فيها المكتب، وبعد الشغلانه دي كنت بدي حصص باليه للاطفال، وفي الويك اند كان عندي كلاينتس بتوعي انا ماسكه لهم السوشيال ميديا وبعمل لهم ديجيتال ماركتنج. ونسيت حاجه كمان، وانه كمان كنت معيده بارت تايم في الجامعه وبروح هناك كمان يومين. وعايزه اقول لكم ان انا كنت بعمل كل الحاجات دي وكنت كويسه فيهم كلهم بناء على كلام الناس اللي انا بشتغل معاهم، مش على كلامي انا. هتقولي لي بقى بس اكيد ما كنتيش بتخرجي. كنت بخرج وكنت بقعد مع اهلي وكنت بهتم بنفسي وكنت بعمل كل حاجه. المساله كلها مساله اولويات، وان انتوا تدوا الحاجه اللي انتوا عايزين تعملوها اولويه مش اكتر. عايزه اقول لكم ان انا نفس الشخص لما ابتديت اسمع لكلام الناس التانية انه لا وانت كده لازم تركزي في حاجه واحده علشان تنجحي فيها والكلام ده كله، وفعلا ابتديت ان انا اسيب حاجات منهم عشان بقى اركز اكتر واركز في مجال واحد بس، وهو مجال الميديا لانه مجال دراستي. لقيت ان انا نفس الشخص كنت بضيع الوقت جدا وما كنتش بعمل فيه اي حاجه تانية، على عكس لما كنت وقتي مليان كنت ببقى عارفه ان انا ما عنديش غير الوقت ده، فكنت مثلا لو محتاجه اعمل ريسيرش على حاجه بعملها، محتاجه اذاكر حاجه بعملها. انتوا متخيلين كنت مركزه في كام حاجه في نفس الوقت؟ وانه انا نفس الشخص لما بقى عندي وقت كتير بقيت بضيعه قوي، وبقيت بعمل حاجات ملهاش لازمه زي ان انا بقعد على الموبايل او ان انا بقيت بتفرج على التلفزيون. فما تدوش لنفسكم مبررات، اي حاجه عايزين تتعلموها اتعلموها، حتى لو انتوا اوريدي بتعملوا حاجه زودوا عليها، هتلاقوا نفسكم ان الوقت بيبقى موجود وان انتوا مش هتاثر عليكم في اي حاجه تانية. ده يعني تفكير انه اصل انا لو ابتديت الحاجه دي دلوقتي بقى هعمل الحاجه التانية. لا، احنا عامه كبني ادمين احنا نقدر نعمل اكتر بكتير من اللي احنا فاكرين ان احنا نقدر نعمله، بس احنا بنوقف نفسنا عشان بنبقى خايفين او بنحس انه الناس التانية ما عملتش كده، فيعني ده مش منطقي ان انا ابقى بعمل كل الحاجات دي في نفس الوقت. بس هو في الواقع عمليا يعني بناء عن تجربة بينفع عادي، وبتبقوا كويسين في كل حاجة وبتلاقوا وقت. وعامة تجربتكم لحاجات كتيرة يا اما هتخليكم كويسين في كذا حاجة وهتنجحوا فيها، يا اما هتعرفكم انتوا فعلا بتحبوا ايه وعايزين تكملوا فيه وتتخصصوا فيه اكتر. وفي الاخر قبل ما اخلص عايزة اقول لكم انه كشخص في اخر العشرينات دلوقتي حاسة ان انا في حاجات معرفتهاش غير بجد مؤخرا، ومتأكدة ان في حاجات لسه هعرفها اكتر السنة دي والسنة الجاية. فطول ما انتوا في اوائل العشرينات وحاسين ان انتوا تايهين ومش عارفين تعملوا ايه، ده عادي جدا. طول ما انتوا بتحاولوا وطول ما انتوا بتدوروا على الحاجه اللي انتوا عايزين تعملوها وطول ما انتوا بتتعلموا، واي حاجه عامه بتجربوها زي ما قلت لكم هتلاقيها بتضيف ليكوا ولخبراتكم والسكيلز بتاعتكم اللي هتنفعكم كده كده قدام. اما بقى اي كلام محبط ف
اتمنى ان انتوا ما تسمعوش ليه، لانه عن تجربه لما سمعت للكلام ده انا عن نفسي خسرت كتير قوي. بس انا مبسوطه انه انا جربت وعرفت ان انا اقدر اعمل ايه، وان انا ما اسمعش الكلام حد ممكن تبقى شخصيته او وجهه نظره او اسلوب حياته او اولوياته مختلفه عن اللي انا عايزه اوصل له. اخر حاجه عايزه اقول لكم ان انا بجد مبسوطه قوي من الكومنتات بتاعتكم، وبقراها كومنت وبرد عليها كومنت. فاي حد عايز يقول لي اي حاجه قولوها، لانه بجد انا بتبسط قوي بيها وبتشجعني ان انا اكمل. واعملوا لايك للفيديو. اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.